ورسميا هذه التشكيلة هي تشكيلة برشلونة لمواجهة باريس سان جيرمان الفرنسي. كنت متأكد تشافي حيجلبطها أقسم بالله يا تشافي. هي أصلا التشكيلة ميتة وزدت التين عليها بلة. ده شنو اللي عملته ده يا تشافي؟ مرارا وتكرارا قلنا يا جماعة عودة ديونج وعودة طبعا بيدري. طبعا ده بيأثر تأثير طبعا سلبي على الفرق، لأنه تشافي بيرجع بيعتمد عليهم. طبعا معك. انت زول عندك فيرمين لوبيس يا جماعه، قدم ليك مباريتين ولا اجمل. انت مالك ومال سيرجيو روبرتو؟ انت مالك ومال سيرجيو روبرتو يا جاب. بعدين يا يوم انت رافينا لعب في الرواق الايسر وفي الرواق الايمن ما نافع عشان تجي تلعبه في الرواق الايسر. اتاكدوا كلامي، الشوط الاول برشلونه سوف يقدم اسوأ كوره منذ بدايه دوري ابطال اوروبا، لانه دي ما تشكيله انت تلعب بها امام باريس سان جيرمان. وتاكدوا كلامي يا جماعه، رافينيا ما بيعرف بيلعب رواق ايسر نهائي، دي حاجه واحده. بعدين انت كونك تلعب لي بسيرجيو روبرتو وديون في نفس التشكيله دي غلطه كبيره، لانه الاثنين بيمتلكوا طبعا مواصفات الوسط الدفاعي. يعني ما عندك اي لاعب هجومي يساعد أو وسط هجومي يساعد الهجوم او الكرات اللي بتجي من الهجوم. غلطه كبيره من تشافي يا جماعه. وده ما تشكيله اللي ممكن تغلب بها باريس يا تشافي.